السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. ان شاء الله النهارده هنعمل وجبه كنتاكي بره بتشتريها ب 240 جنيه. انا عملتها لكم في البيت ب 40 جنيه بس. اقسم بالله عظمه. في نص ساعه هتعمليها لاولادك وهتعجبكم. بس ما تنسوش زي ما اتعودنا في اي فيديو نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناه هيبو كيتشن ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله هتعجبك جدا. وارخص من بره بكتير وانضف. بس اتفرجي على الفيديو للاخر عشان فيه تكات كده في النص. بصوا بقى يا بنات، اول حاجه هنجيب ميه على النار كده، لازم الميه تكون بتغلي على النار. هنجيب فرخه نقطعها سوري 8 قطع او 12 قطعه. هنغسلوها حلو، نحطها في محلول ملح، لتر ميه، معلقه سكر كبيره، معلقه ملح كبيره، معلقه جنزبيل صغيره وليمونه حلوه. وهنسيبوها في محلول الملح ده تتغسل حلو. بعد كده نشطفوها. هنحط ايه في الميه اللي بتغلي على النار؟ كل حاجه يا بنات هنحط معلقه منها صغيره. معلقه كاري صغيره، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره بهارات فراخ، معلقه صغيره ملح. هنحط نص معلقه صغيره فلفل اسود. وهنحط لو عايزينها سبايسي هنحط نص معلقه شطه، مش عايزينها سبايسي هنشيل الشطه دي. تمام. هنحط ايه تاني في الميه دي؟ هنحط واحده ماجي. تمام. او قطعتين ماجي، يا اما قطعه يا قطعتين براحتك. جربي الطريقه دي. ممكن نحط بصلايه صغيره نقطعها 3/4 كمان. تمام. الفراخ اللي هنحطوها وهنسقطوها فيها هتستوي 3/4 سوا. انا مش عايزه الفراخ مستويه كامله. ايه ده يا هبه؟ دي كده هتنفع؟ جربيها. ممكن بقى تحطي ورق راولي واحدتين، واحدتين حبهان، واحدتين مستكه. انتي بتبهري الشوربه دي. تمام. انتي بتحطي عادي زي كأنك بتعملي فراخ عاديه، تحطي الورق اللوري والمستكه والحبهان، بس احنا زودنا شويه بهارات تانية عشان تخليها كده لونها حلو. هتبدأ بقى نقلبهم كلهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وهنبدأ نحط الفراخ بتاعتنا اللي مقطعينها، يا 8 قطع يا 12 قطعة. تمام. وهنحط كمان طماطمية صغيرة، بس انا كان عنديش طماطم صغير يعني كلهم كبار فحطيت نص واحدة. هنبدأ بقى نحط الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا كده شايفين. هنسويها قد ايه؟ هنسويها 3/4 سوا. جربي الطريقة دي وبجد والله هتعجبك قوي، تعجب الولاد جدا وتنفع في عزومات. لا حلوة قوي. ليه انا بشيل مية كده؟ عشان انا حسيت ان المية كتيرة، فلما هتغلي هتبقى يعني مفيش مساحة ان تغلي حلو، هتبهدلي الدنيا. تمام. هتغلي تستوي 3/4 سوا. هقول لكم الكفر اللي بره بيتعمل ازاي وهنعمل ايه. تمام. كملي بس معايا الفيديو للاخر، ولو وصلت لغايه هنا ما تنسيش يا قروبه يا حلوه يا جميله تحطي اللايك بتاعي. بصوا هي استوت كده 3/4 سوا، شايفين؟ تمام. هنبدا نصفيها. طلعوها كده نحطها في مصفى عشان انا عايزه الميه اللي فيها خالص تنزل. تمام. وهناخد من الشوربه اللي احنا عملناها دي، ناخد منها في طبق. ليه؟ هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بناخد في طبق كده شويه شويه من الشوربه. الفراخ بتاعتنا شايفين لونها، شايفين جمالها؟ لا جميله يا بنات وهتعجبك قوي 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 وهتعتمديها دايما. ايه بقى بهارات الكفر اللي بره؟ هقول لكم كوبايه كورن فليكس تكون ناعمه مش قوي يعني. وهنحط بقسماط ناعم. هنحط معلقتين كبيره نشا. هنحط نص كوبايه دقيق. تمام. وهنحط برضو ماجي. ايه ده؟ هو الماجي دخل معانا؟ هنحط برضو مكعب او مكعبين. وهتحطي معلقه بهارات فراخ صغيره. ما عنديش بهارات فراخ حطي كاري وملح وفلفل اسود معلقه صغيره. هسيب لكم كل المقادير دي وكل زي ما قلت المقادير هحطها لكم في صندوق الوصف تحت. صندوق الوصف ده بيبقى تحت العنوان يا بنات. هتدوسي على المزيج كده هيجيلك صندوق الوصف. هنبدأ نقلب كل ده مع بعض زي ما انتم شايفين. كورن فليكس لو تجيبيه من عند العطار لو خشن قوي اضربيه ضربة واحدة في الكبة. انا عايزاه مش ناعم قوي لان انا حاطه بقسماط ناعم. تمام. هتبداي تجيبي الفرخه بتاعتك القطعه تحطيها في الشوربه اللي انا قلت لكم عليها، وتبداي تحطيها في الكفر اللي هو البقسماط اللي احنا عاملينه، وهتنزليها تاني في الشوربه، وتبداي تاني تحطيها في الكفر بتاعنا. تمام. عايزه تعمليها مره مفيش مشكله. انا عايزه ليها كفر كده حلو من بره. هتبقى تلاقيها من بره مقرمشه ومن جوه جوسي كده وطريه. الكورن فليكس بيدي قرمشه هو والبقسماط. النشا بيدي قرمشه برضو من بره كده تحسي ان هي مقرمشه.
بجد بجد جميله قوي قوي. جربيها يا بنات، جربوها، ولو جربتيها اكتبي لي في الكومنت تحت. تمام. هنعمل كل المقادير وهنبدا نقليها. هنقليها في ايه؟ في زيت غزير زي ما انتم شايفين، وما يكونش سخن قوي ولا بارد قوي، وسط. تمام. هي طبعا كده كده مستويه، الفراخ 3/4 سوا زي ما انتوا كده شايفين يا بنات. بصوا، هنبدا بقى نحمرها حلو. يتاكل جنبيها ايه بقى؟ ممكن تعملي جنبيها مكرونه، ممكن تعملي جنبيها رز ابيض، او رز من فلفل. بصوا هسمعكم الصوت، اسمعوا. سمعتوا يا بنات مقرمشه ازاي من بره؟ جميله. بدل ما تشتريها من بره بمبلغ وقدره، لا احنا نعملوها في البيت باقل كتير وانضف واحسن. حطي عليها بقى كاري، سوري، حطي عليها مايونيز، كاتشب، اعملي جنبيها مستردة، اعملي بقى سلطات وكلي بقى. بجد ان شاء الله الفيديو ده هيعجبك وهتعتمديها. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك الحلو بتاعي. ولو انت لسه جديدة وما اشتركتيش، اشتركي في القناة. وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية صوصات حلوة وحلو وحادق هتعجبكم قوي. انتظروني بس. بس ما تنسونيش. باي باي يا بنات.